تاخد كارثه جديده للزمالك. اداره الزمالك مستلف 4 مليون جنيه من واحد من المأجرين محلات على سور نادي الزمالك. والله زي ما بقول لك كده، خلصوا خلاص الارض، دخلوا على المحلات بيستلفوا من الناس اللي هم مأجرين منهم المحلات. مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول، ده احمد بلال وتامر عبد الحميد، واهو الكلام قدامك اهو. هل النهارده نادي الزمالك وصل بيه الحال انه يستلف 4 مليون جنيه من واحد من الناس اللي مأجرين المحلات في سور نادي الزمالك؟ يا دي الفضيحه ام جنادل، يا دي الدرسه ام حنادل. ده اللي قال ده الكلام ده اللي قاله الكابتن تامر عبد الحميد، مش انا اللي بقول. وهو لاعب زملكاوي سابق وراجل واحد من ابناء نادي الزمالك. طلع وقال الكلام ده، وقال الكلام ده موجود في محاضر مجلس الاداره. وده هتكتبها ازاي يا حسين؟ الراجل بيقول لك الكلام ده موجود في محضر مجلس الاداره. بيستلف 4 مليون جنيه من محل. اقسم بالله انا ما شفت كده. لا، اداره 100 100، اداره 100 100.